كان نفسي كابتن احمد شوبير يبقى مش عامل لي بلوك علشان خاطر يوصلوا الفيديو ده. بس المهم ان الفيديو ده يوصل للكل، علشان انا هتكلم معاكم بمنتهى الصراحة وبدون مجاملة وبدون خوف، ورزقي ورزقكم على الله. الفرق بين كابتن احمد شوبير الاهلاوي وكابتن سيد عبد الحفيظ الاهلاوي جدا الحقيقي جدا، اللي بيحب ناديه جدا جدا، اللي لما خرج من ناديه ما فتحش حرف من بقه على النادي الاهلي، اللي كل الاحترام والتقدير لكابتن سيد عبد الحفيظ على موقفه الاخير. الزملكاويه طبعا هيقولوا لي انت بتشكر في كابتن سيد عبد الحفيظ، تعالى اقول لك، وتعالى يا اهلاوي يا محترم اسمع. واتمنى من كل اللي في الفيديو دلوقتي يثبت حضوره بلايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، وكل اللي في الفيديو حالا يعمل لايك ويكتب ويثبت حضوره بكتابه عاش الزمالك، ولو اهلاوي يكتب عاش الاهلي، وعاش الاحترام بين قطبين الكره المصريه بعيدا عن صناع الفتنه والتعصب ايا كانوا هم مين، وبدون اي مجامله وبدون اي يعني اسمع معايا بلاش مقدمات. كابتن احمد شوبير النهارده الجمعه، الواحد خارج ورايح يزور اهله والحياه طيبه، وكل واحد بيعمل زياراته الاجتماعيه وزياراته الاسريه، واللي واخد اجازته واللي نزل يلعب بلاي ستيشن نزل، واللي قاعد يتفرج على جوان يتفرج، واللي قاعد بياكل لب وسوداني وبيتفرج على مسرحيه بيتفرج. وكابتن احمد شوبير في نفس الوقت فجاه كده طلع قال، بعد طبعا خناقته امبارح مع اللواء احمد سليمان والكلام اللي كلنا شفناه، مش عارف الحقيقه ايه اللي مزعل البعض، ان كابتن توفيق السيد قال ان الهدف الثاني بتاع الزمالك فاول. طب ده رايه وهو حر فيه اكيد، وعلى فكره كتير من الحكام قالوا انها فاول، واخرهم محمود البنا. عمليا في ماتش فيوتشر وفاركو امبارح، وبالمناسبه ده رايي انا كمان. اهلا بيكم، اهلا وسهلا يا كابتن احمد يا شوبير. احب بس اوري حضرتك حاجه كده، معلش يعني انا عارف ان انتوا عندكم يعني الكاميرات قليله شويه، فانا عايز اوري حضرتك حاجه. بص كده، بص الكرة بتتلعب فين وعمر كمال عبد الواحد فين. فاول بالمراسلة صح؟ طب بص يا كابتن بص معايا كده ودقق في الفوارق. طبعا بشكر اخويا عبد اللطيف فوزي اللي عامل البوست المحترم اللي انا بستند اليه. طب بص يا كابتن احمد يا شوبير، بقى الزمالك ليه ضربة جزاء اهي، ليه ضربة جزاء. هو انا فرحتي ان رامي ربيعه لمس الكوره، والكرة في استحواذ سيف الدين الجزيري لاعب بتاعي، وسيف الدين الجزيري اتشال وطار، وحضرتك ما طلعتش ليه قلت ان الكرة دي ضربة جزاء؟ عشان هي ضربة جزاء، اقسم برب العزة ضربة جزاء، واي حد بيفهم كرة اي حكم عنده ضمير هيحسبها ضربة جزاء. لكن ما اتكلمناش، مش مشكلة، ما اتكلمناش في طرد. ليه حضرتك ما قلتش ان كريم ندفد المفروض يطرد؟ لو حضرتك قلت دي وطلعت قلت ان جون الزمالك مش جون، هقول ان حضرتك رجل حيادي. لكن حضرتك يا كابتن احمد يا شوبير كبير الاعلام، واللي بتتحكم في رزق 90% من الوسط الرياضي، وربنا يزيدك ويبارك لحضرتك. لكن انا فعلا حزين ان حضرتك مش بتحترمني ومش بتحترمنا ومش بتحترم كل اللي بيتفرجوا. هل حضرتك اهلاوي اكتر من كابتن سيد عبد الحفيظ؟ لا والله العظيم لا، اقسم برب العزه لا. كابتن سيد عبد الحفيظ اكتر اهلاوي شفته في حياتي. اما كابتن سيد عبد الحفيظ يطلع يبارك للزمالك ويقول الزملكاويه من حقهم يفرحوا، ويقول ان الزملكاويه تعبوا وشقوا وجايين من مرحله صعبه فطبيعي ان هم يبقوا مبسوطين، يبقى الراجل ده عنده حته جوه نظيفه قوي، عنده حته. ومش بس هو، انا كل الاهلاويه اللي في حياتي بيباركوا لي على الماتش، اللي في حياتي هزرنا وضحكنا وحفلنا وسخنا، لكن في النهايه باركولي، لان الزمالك استحق الفوز. الاهلي ما كانش احسن حالاته، والزمالك كان عنده تركيز وكان عنده روح. ايه اللي هيحصل لو حضرتك طلعت في البرنامج بتاعك قلت بكل روح رياضيه بنبارك لنادي الزمالك القطب الثاني في الكره المصريه، فجمهور الزمالك يخش يقول لحضرتك شكرا الف شكر ونقطه؟ طب هنتكلم عن حالات التحكيم، حاضر. انا واحد زملكاوي، لما كوره امام عاشور جت جون في الزمالك طلعت قلت ان الكوره جون، وده جون مش اوفسايد، علشان ضميري المهني، مع ان انا كنت ادعي واقول يا رب الكره تطلع اوفسايد والاهلي يكسبني بجون اوفسايد، فاطلع اقول ان الاهلي بيكسب بالحكام. ما خالفتش ضميري عشان ارضي جمهور الزمالك، لا انا قلت كلمه الحق اللي زعلت مني كتير. والفيديو كان اكتر فيديو ترند اليوم ده، عدى ال 2 مليون مشاهده وموجود عند حضراتكم، لما طلعت قلت واتكلمت في حق مصطفى شوبير. طب ما انا ممكن اقول لحضرتك بقى مصطفى شوبير وقف، حضرتك عملت لي بلوك على فكره، فاكر ليه؟ عشان قلت لك لو مصطفى شوبير اللي اتضرب بالقلم مكان الشيبي كنت حضرتك هتطلع تقول للناس بتسخن الموضوع. لا، حضرتك محتاج تراجع نفسك، مفيش حد كبير،
مفيش حد كبير على الغلط. محتاج تراجع نفسك، محتاج والله العظيم تراجع نفسك. كل الحب والاحترام والتقدير والدعم والدعاء ليك بالنجاح وبكل حاجه، ويزيدك ويبارك لك، لكن راجع نفسك كابتن احمد يا شوبير. ما ينفعش ان انا اللي قد ولادك اطلع انصح حضرتك، ما ينفعش. حضرتك اللي بتعمله ده في ناس بره قاعدين مستنيينه عشان يعيشوا. في واحد بره قاعد بيعمل فتنه للزملكاويه وبيلحس دماغهم وبيحقنهم تعصب، هيستغل حضرتك ماده اعلاميه. في ناس بره انت عارف كويس قوي عندهم اهداف للبلد دي عامله ازاي، هيستغلوا اللي انت بتقوله. في ناس عرب مع كامل احترامي وحبي وتقديري ليهم طالعين بينصحوا حضرتك على اللي بيحصل. لا 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 لا، ما ينفعش ان كبير الاعلام الرياضي في مصر يبقى هو اللي بيعمل كده. ده تصرف ما ينفعش. ما ينفعش امبارح حضرتك تخبط في اللي هو احمد سليمان. ما هو ده مش استاذ مرتضى منصور. استاذ مرتضى منصور كان الحجه اصله بيشتم، اصل لسانه، اصل مش لسانه. طب هل اللي هو احمد سليمان ده قال لحضرتك كلمه؟ هل غلط؟ هل تلفظ؟ لا، كل اللي حصل ان هو راجل زملكاوي. طب هل صفقات الزمالك فاشله؟ هل صفقات الزمالك فاشله؟ والله كده بص حضرتك معايا، انا ماليش دعوه ببص تنزل فين. دي الصفقات الفاشله، دي الصفقات الفاشله. محمد شحاته وناصر منسي، احمد حمدي، عبد الله السعيد، ترافيس موتيابا، 5 صفقات انجح من بعض، وغيرهم لسه ما خدوش فرصتهم. لكن لما نقول ان في 5 نجحوا، طب حضرتك ما اتكلمتش ليه على مودست؟ ده حضرتك لما قلت كلمه الصبح على مودست طلعت تطمن الجمهور بيها. اللي بيحصل ده ما اسموش اعلام. حضرتك مش شغال في قناه الاهلي، حضرتك شغال في القناه بتاعتي اللي انا كمشاهد مصري بتفرج عليها، اهلاوي وزملكاوي. ما ينفعش. ده ابراهيم عبد الجواد الزملكاوي الحقنه لما اشتغل في القناه دي بقى يشكر في الاهلي ويهاجم الزمالك وينتقد، وعادي، وانا بتقبل ده، بتقبل ده، لان الراجل ما بقاش بتاعي في الزمالك، ده بقى بتاع الكل، بقى حاجه عامه. لو انا محمد عبد العال ماضو اللي اسمي ماضو زمالك اس سي اليو ار ال بتاعي في كل المنصات، طلعت اشتغلت في قناه اون سبورت، هتكلم بحياد، لان هي دي الامانه المهنيه. قمه الحزن ان حضرتك تبقى بتعمل كده، قمه الحزن ان حضرتك اللي المفروض كلنا نقتدي بيك ونتعلم منك تعمل كده. اتمنى من كابتن احمد شوبير يعترف بخساره الاهلي للماتش، زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ اعترف وقال الزمالك كان وعملوا احسن ماتش ليه من 20 سنه، واول مره اشوف الزمالك كده. اديني حقي يا كابتن، اديني حقي. والله لما تقول لي مبروك لما الاهلي يكسب هطلع بكره اشجع معاك مازيمبي. لكن اللي حضرتك بتعمله ده الاولاد ال 15 سنه هيعملوا ايه؟ هتلاقيهم بكره بيحفلوا على الاهلي لو دخل فيه جون، هتلاقيهم بكره بيتمنوا خساره الاهلي، هتلاقيهم لما الاهلي يكسب هيطلعوا يشككوا في فوزه. حضرتك لما تعمل كده وانت كبير، الصغيرين ما نلومش عليهم. انا عايز الجمهور يرجع كامل، عشان الجمهور يرجع كامل ويبقى لازم في هدوء. الهدوء ده مش هيجي غير بالاحترام للجميع وبين الاحترام بيننا كلنا. اتمنى من الكل يثبتوا حضورهم بلايك. كل اللي في الفيديو 600 اللي في الفيديو اعملوا لايك، ووصلوا الفيديو ده يا جماعه ل 10000 لايك، واكتب عاش الزمالك وعاش الاهلي وتحيا مصر بالحب والاحترام بين الكبيرين كبار العرب. يا كابتن احمد يا شوبير، احنا الاهلي 1907 واحنا الزمالك 1911، احنا تاريخ الكل بيبص لنا ويتعلم ويحفى علشان يجيبنا. اعتقد اللي بين السطور واضح. عمر ما هنرجع للتعصب. وبطلب من جمهور الاهلي المحترم ان هو يقول ان الكرة جون ويسكت ده، وبطلب ان جمهور الزمالك المحترم ان هو ما يخشش في صدام مع جمهور الاهلي. حفلنا وهزرنا وضحكنا، لكن في خط احمر اسمه ان كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد. انا مش عارف اقول ايه اكتر من اللي قلته. اتمنى الكلام ده يوصل للكل، اتمنى الكل يثبت حضوره بلايك. لو اول مره تتابعني، انا محمد عبد العال او مادو، يا ريت تعمل متابعه، ويا ريت يا كابتن شوبير تفك البلوك، عشان انا مصطفى شوبير ما بهاجموش، انا بحب الولد ده، بس يعني مش عايزينه يتظلم وجمهور الزمالك يظلمه، لان حضرتك موقفك يعني صعب، واول مره من سنين اطلع فيديو منفعل كده. لكن الرزق على الله. لو مش هطلع في اون سبورت، ما انا كده ما بطلعش. كل ما بتتفقوا معايا بيجي لي تليفون اصلي مش عارف ايه، وانا عارف مين اللي بيمنعني من الظهور. والناس كلها لازم تعرف، اكتر من 10 لقاءات في اون سبورت في كل البرامج جالي مكالمات واتفاقات، وفي النهايه اصلي معلش هنأجلها، اصلي هيحصل، اصلي هيسوي، واخرهم يوم الماتش بتاع كاس مصر وقت طيارتي، واتفقت وقلت هطلع من عندكم على المطار، وفي النهايه نفس الاعتذار.
اتمنى بقى تسيبوني ايه وما تستكتروش عليا البرنامج اللي بطلع فيه في الحدث الفقر اللي قد كده دي، زي قناه الزمالك بتاعتي اللي انا ما بطلعش فيها وانا عارف برضو مين اللي ما بيطلعنيش. اتمنى الناس تفهم بقى اللي بين السطور. كفايه كفايه كفايه. اتمنى كلنا نبقى واحد، وكلنا نحترم بعض، وكلنا نحترم اختلافاتنا، لان اختلافنا هو اللي بيعمل النجاح. لو مفيش اهلي وزمالك مش هيبقى فيه مصر، مش هيبقى فيه منتخب، مش هيبقى فيه دوري قوي، مش هيبقى فيه صفقات، مش هيبقى فيه اعلام، مش هيبقى فيه اي حاجه. كلنا واحد. اتمنى الرساله توصل. السلام عليكم.